أغلب الشفارة كيدخلوا من البيبان ولا من الشراجم، ولكن في قصتنا ديال اليوم غادي نشوف واحد الشفار من نوع آخر. الشفار كيهبط على الضحايا ديالو من الفوق. هاد القصة ديال هاد الشفار غادي تولي لي أغرب وأعجب من كل لحظة كندوزوها فيها، حتى ملي غادي تظن أن القصة سالات غادي تفاجأ أن باقي فيها الأغرب وأجل من اللي فات. دونك ركزوا معايا مزيان وسمعوها حتى الآخر. السلام عليكم، كيف نتوما؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم حفصة، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. إذا عجبكم المحتوى ديالي اعمل لي لايك واشتراك باش تطلع القناة، وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم حيت كتشجعوني بزاف. في نهار 20 ماي عام 2000 تقريبا مع الخمسة ونص ديال الصباح، الخدامين في واحد الفرع ديال ماكدونالدز مدينة بيلمونت شمال كارولاينا كانوا كيوجدوا النهار جديد، كينظموا البلاصة وكيوجدوا الحوايج في الريستو. ولكن فجأة بان واحد الراجل لابس الماسك ومسلح بواحد البندقية وطلب منهم بهدوء يبقاو بلا ما يتحرك. الغريب في الامر هو ان هاد الشفار ما دخلش من الباب كان باقي مسدود. هاد المتسلل هذا ما كانش شفار عادي، بل كان هو الشفار اللي كان معروف عندهم انذاك بلقب رجل السطح، حيت هاد الشفار دايما كيدخل من الفوق من السطح قبل ما يجيو الخدامه. الراجل ديال السطح كان خدام من بكري، كيستعمل الادوات ديال الحفر باش يدير واحد الثقب في السقف ويدخل لداخل. بقى مخبي في سكات تام وسط المطعم حتى جاو الخدامه بداو كيوجدوا نهار جديد. ديك الساعه خرج من البلاصه ديالو بهدوء وقال لهم يتبعوا التعليمات ديالو. من بعد شد المناجير وطلب منه يفتح الخزانه اللي كاينه في الريستو. الشوفير خدا جميع الفلوس اللي كانت فيها، ومن بعد طلب من الجميع الخدامه يدخلوا لغرفه التبريد اللي داخل المطعم اللي هو الفريزر اللي كيخباو فيه الماكله. وقبل ما يدخلوا سولهم بواحد النوع من الظرافه واش باغيين تاخذوا المطلات ديالكم معاكم باش ما تبردوش حتى يوصل البوليس. الخدامه خداو المطلات ديالهم وهو سد عليهم الباب وهرب بالفلوس اللي سرقها. هاد الشفار اللي معروف بلقب الرجل السطح كان في ديك الوقت واحد من اشهر الشفارة في ميريكان، رغم ان البوليس ما كانوش يعرفين شكون هو فعلا. الطريقه اللي كان كيدير بها جميع العمليات ديالو كانت شبه متطابقه، وهادشي خلاهم يعطيوه لقب ديال رجل السطح حيت دايما كيهبط على الضحايا ديالو من الفوق. رجل السطح كان مركز بزاف على الفروع ديال ماكدونالدز، والسبب هو ان هاد المطاعم عندها نفس التصميم تقريبا، يعني كان عارف كل التفاصيل ديالها فيهم. الخدامين اللي كانوا في البلايص اللي دار فيها العمليات وصفوه بانه واحد الانسان دقيق وسريع وكيعرف كل حاجه مزيان، وهذا الشيء كيبين انه كان كيسيطر وكيخطط لكل حاجه باحترافيه. وفي نفس الوقت كل الشهود قالوا عليه انه كان واحد الانسان ظريف ومؤدب، يعني نعم السيد مؤدب بزاف. راه كتوقع شحال من شفار كيكون مؤدب وما كانش كيعنف ولا كيتعامل بخشونه مع الخدامين. وحسب التقديرات سرق اكثر من 40 فرع في مده ديال 3 سنين في بزاف ديال الولايات في امريكا. وكما قلنا رجل السطح كان ذكي بزاف، وهذا الذكاء خلى البوليس محتارين فيه وما قدروش يشدوه. ولكن كما كنقولوا حتى اذكى الشفاره كيديروا الاخطاء ملي كيكثروا عليهم العمليات. ورجوع للعمليه ذكرناها في الاول اللي وقعت نهار 20 ماي عام 2000، من بعد ما خرج رجل السطح من المطعم وسد عليه على الخدامه وسد على الخدامه في الغرفه ديال التبريد. هاد المره دار واحد الغلطه، انه ما سدش الباب ديال البيت ديال التبريد مزيان، او يمكن واحد من الخدامه كان عنده مفتاح احتياطي. فالمهم الخدامة قدروا يخرجوا من الفريزر بسرعة واتصلوا بالبوليس مباشرة. البوليس اللي جو في الحين وغطاو على المنطقة كاملة، وفي البلاصة قدروا يشدوا الشفار ديالنا اللي ملقب رجل السطح، اللي استسلم ورمى السلاح والساشي اللي كان شاد فيه الفلوس. ملي حقوا معاه اكتشفوا ان الاسم الحقيقي ديالو هو جيفري أرنولد مانشستر. جيفري اللي تزاد في الأحياء اللي في ضواحي ديال كاليفورنيا، وملي وصل 18 عام دخل الجيش. وبفضل المهارات ديالو والقدرات اللي كانت عنده اختاروه باش يدير تدريب خاص مع القوات الخاصة. ولكن في واحد العملية العسكرية وقعت مشكلة واتخذوه ككبش فداء وهبطوه من جندي فعال لجندي احتياطي. وهذا بطبيعة الحال كان نصب الكرامة ديالو بزاف. وفي سنة عام 1997 بدا المسار ديالو في عملية السرقة وكمل فيها 3 سنين حتى تشد في عام 2000. العمليات ديال السرقة ديال رجل السطح كانت كتوقع في واحد المنطقة أو ولاية معينة في واحد المدة، ومن بعد كيغير تماما البلاصة كيمشي لولاية أخرى. وهذا الشيء علاش خلى البوليس محتارين فيه بزاف وما يعرفوش شكون. ولكن ملي بدات التحقيقات بجدية، من بعد التحقيق البوليس فهموا ان التنقلات ديال جيفري كانت مرتبطه بالخدمه ديالو في الجيش. يعني هو ما كانش كيسرق اي بلاصه عشوائيا، بل الاماكن اللي كان كيدير فيها السرقات كانت كتجي على حسب التحركات ديالو مع الجيش، حيت في ذاك الوقت جيفري كان مازال محسوب جندي، والجيش كانوا كينقلوا بين الولايات مختلفه باش يديروا تدريبات متنوعه. على اي جيفري من بعد ما تحاكم تصدر في الحكم ديالو 45 عام ديال الحبس. الخبر اللي كان نزل عليه فحال صدمه كبيره،
خصوصا أنه كان مازال في العمر ديال 27 عام فقط. ورغم هاد الشي هذا كامل رسلوه للسجن في كارولينا الشمالية اللي سميتو براون كريك باش يقضي العقوبة ديالو. تما كان جيفري سجين مثالي طيلة 4 سنين، منضبط هادئ ما دار حتى شي مشكل، وكان معروف ضمن السجناء اللي كيتصرفوا مزيان وكيحترموا القوانين واللي كيكون عندهم امل في تخفيف العقوبه ديالهم. ولكن هادشي ما كانش هو الهدف الحقيقي ديال جيفري، لانه كيف ما كان الحال كان خصو يهرب من تما. احيانا كيسمع الصوت ديال واحد الشاحنه اللي هي الكاميونه كتوصل للورشه ديال السجن. الاله كانت كتنزل بعض المواد والحوايج في الكراج ومن بعد كتمشي. بالنسبه ليه الخدمه في الورشه كانت معناها انه يكون قريب من ديك الشاحنه او الكاميونه باش يقدر يستعملها في الهروب ديالو. داكشي علاش طلب من الاداره ديال السجن يخدم في ديك الورشه. السلوك المزيان ديال جيفري والنشاط ديالو خلاو الاداره ديال السجن انها توافق الطلب. ملي بدا الخدمه ديالو في الورشه بدا كيراقب مزيان التوقيت ديال الوصول ديال الشاحنه زائد البروتوكولات ديال الحراس ملي كتوصل ديك الكاميونه. الشاحنه كتوصل للورشه مره ولا جوج في السيمانه في الصباح حسب الشغل. قبل ما تمشي الشاحنه من السجن الحراس كينزلوا الحوايج اللي خاصين من الشاحنه، وباش يتاكدوا ما كاين حتى شي واحد من المساجين مخبي في الشاحنه الحراس كيعملوا واحد التفتيش شامل اللي كيقرب يفتحوا جميع البوابه والشنطه وكيقلبوا في كل ركن ولا فجوه ما كان حتى مخرج باش يهرب في الشاحنه الا انه يختفي. كان خصو يخدع العينين ديال الحراس باش يقدر يركب في ديك الشاحنه. واحد النهار مشى جيفري بسرعه تحت الشاحنه ودار قياسات الاعمده الحديديه اللي كتشدها. جيفري بدا كيصايب واحد اللوحه كبيره من الخشب اللي يقدر يعلقها ما بين الاعمده الحديديه اللي تحت الشاحنه. ملي سالا دهن داك اللوح بواحد اللون اسود. موراها خدا واحد القطع ديال الكرتون ودهنهم في نفس اللون باش يقدر يغطي راسو من القدام ملي يكون فوق اللوح تحت الشاحنه. ملي وجد كلشي بقى جيفري كيستنى الفرصه المناسبه باش ينفذ الخطه ديالو. و15 يونيو عام 2004 جات الفرصه اللي كان كيستناها. كان واحد الجو ممطر والحراس مبرمجين داك النهار باش يفتشوا الشاحنه. عرف جيفري ان هذه هي اللحظه ديالو، كان خصو يستغل داك الجو الخايب اللي كان فيه الشتا. خدا داك اللوح الاسود والقطع ديال الكرتون وملي الحراس حركوا العينين ديالهم بعيد على الشاحنه علق ديك اللوح بين الاعمده الحديديه اللي تحتها وتمدد فوقهم. وخدا ديك القطع ديال الكرتون اللي عنده وحط وحده قدامه باش تغطي وجهه ووحده اخرى باش تغطي رجله. ومن بعد شويه رجع السائق مع الحراس باش يديروا التفتيش الروتيني قبل ما تخرج الشاحنه. كانوا مستعجلين حيت كما قلنا كان الجو فيه الشتا والظروف ماشي مزيانه. الحراس قلبوا الشاحنه من الداخل بسرعه ومن بعد خداو واحد العصا فيها المرايه لا كنتو كتشوفوها اللي كتشوف من تحت ديال الشاحنه باش يتاكدوا بلي ان ما كاينه حتى شي حاجه من تحت. ومن حسن الحظ ديالو انهم ما لاحظوا حتى شي حاجه غريبه حيت اللون الاسود ديال اللوح الخشبي وديال قطع الكرتون خلوهم يدمجوا مع المكونات اللي تحت الكاميونه وما شدوش فيهم العين. بهذه الطريقه بقى جيفري ناعس فوق اللوح حتى تحركت الشاحنه وبعدت على السجن. وملي خرجت من المنطقه السجنيه نقز وهرب. وهكذا ولا الرجل السطح اول سجين كيقدر يهرب من السجن ديال براون كريك من نهار تاسس. الحراس ما كانوش متوقعين نهائيا شي حاجه بحال هذه ودار شويه ديال الوقت قبل ما يفهموا شنو وقع بالضبط. ملي عرفوا بلغوا البوليس والبوليس انتشروا في المنطقه كامله كيقلبوا على جيفري ولكن هو كان اختفى بلا اثر. السلطات ظنوا انه غادي يحاول يرجع لبلادو كاليفورنيا فين مازال كاين العائله ديالو، ولكن بالعكس كانت التوقعات غير. قرر جيفري يبقى في كارولينا الشماليه في مدينه قريبه من السجن سميتها شارلوت اللي كتبعد غير بشي كيلومترات قليله. وتم اختار يتخبى في واحد المحل ديال اللاعب. ملي دخل جيفري لهاد المحل كان باين بحال اي زبون عادي وبدا كيشوف فين يقدر يتخبى بلا ما يشوفوه. المحل كان كبير بزاف ومن بعد ما قلب مزيان لقى واحد العرض خشبي كبير معلق في الحيط وراه كاين واحد الفراغ صغير. داك البلاصه ما يمكن حتى شي واحد يشوفه فيها الا اذا حيدوا داك العرض الخشبي. جيفري دخل لداك الفراغ الصغير وبقى تما كيستنى حتى تسد المحل. ملي تسد خرج وبدا الشوبينغ ديالو. خدا كلشي اللي محتاج من السارير الكاسه وحتى الماكله ديال الدراري. الحاجه الثانيه اللي كان خصو يهتم بها كانت هي الكاميرات ديال المراقبه باش يعرف الوقت المناسب باش يخرج. قدر يخترق المكتب ديال المدير من السطح لان هذه هي الخدمه ديالو وتما لقى النظام ديال الكاميرات كامل والجدول ديال الخدمه ديال العمال وبدا كيدرس كلشي بالتفصيل. فهم كيفاش خدام النظام كيفاش كيشعل ويطفي الكاميرات الزوايا اللي كتصور منها وكل التفاصيل اللي محتاجها. من بعد قرا الجدول ديال العمال وعرف الاسماء ديالهم والساعات الخدمه ديالهم وكيفاش مقسمه الخدمه بيناتهم وجمع جميع المعلومات اللي غادي تخليه يعيش مرتاح في هذه البلاصه بلا ما يكتشفوه. وفعلا
هادشي اللي وقع بالضبط. جيفري بقى مخبي في البلاصه اللي ديما كيتخبى فيها ورا داك العرض الخشبي ديال الواجهه، وما كان كيخرج غير بالليل ملي كيتسد المحل. كان عارف بان البوليس كيدوروا في المنطقه وكيقلبوا عليه فين مشى وهادشي خلاه ما يجازفش نهائيا. كان عايش على الماكله ديال الدراري اللي كتباع في المحل، وكانت كافيه باش تخليه عايش بلا ما يشدو. بما انه كان في المحل ديال الالعاب، كان عنده بزاف ديال الحوايج باش يتسلى بيها. في الليل كان كيلعب بالعربات اللي كتخدم بالريموت كنترول، ومرات كيركب على بيكانات وكيدور فيها في المحل. دازو شهورا، وقضى اكثر من 4 شهور هو في داك المحل ديال اللاعب بلا ما يخرج نهائيا. كان بحال واحد السجن كيعيش فيه، ولكن ما كانش باغي يهرب حتى يكون عنده خطه محكمه. مع اقتراب نهايه العام، بدا كيعرف بلي المحل غادي يعمر بالناس، حيت داك الوقت كيدوز موسم ديال الشرا بزاف. فكر وقال الا بقى هنايا يقدر يتفضح، ومن ثم قرر بلي الوقت جا باش يقلب على بلاصه جديده. وفي الحقيقه المحل ديال الالعاب كان حدا المحل ديال الالكترونيات كبير سميتو سكريت سيتي، ولكن داك المحل كان تسد وخوا من داخل، ما بقى فيه والو غير الحيوط، وكان بيناتهم حيط مشترك في النص. واحد الليله طلع جيفري للسقف ديال المحل ديال الالعاب، ومشى حتى وصل للسقف ديال البنايه الخاويه ديال سكيرت سيتي ديال الالعاب الالكترونيه. وكان سبق وسرق الادوات ديال الحفر من البيت ديال الصيانه اللي كاينه في محل ديال الالعاب. استعمل جيفري داك الادوات اللي سرق وحفر فيها واحد الحفره في السقف اللي كان خاوي ديال الملعب ديال الالكترونيات، ودخل من تما لداخل ولقى البنايه بلاصه مثاليه باش يتخبى فيها. كانوا كاينه السلالم حتى واحد الفراغ صغير مغطي بواحد الالواح خشبيه خفيفه مصبوغه بنفس اللون ديال الحيط. نحى ديك الالواح ودخل لتحت ديال السلالم. مكان كان ضيق كحال وموسخ، ولكن مثالي باش يتخبى فيه. جيفري نقى البلاصه مزيان، ومن بعد يقدر يجر الكهرباء من محل ديال الالعاب اللي حداه، وركب حتى التهويه والمكيف، ولقى طريق يربط بين المحلين عبر غرفة الصيانات ديال المحل ديال الألعاب. وبلا ما يبقى يطلع وينزل من السطح، حفر واحد الثقب صغير في الحيط ديال غرفة الصيانة اللي كانت لاصقة مع ألعاب الإلكترونيات اللي هو مخبى فيه حاليا، وتحت واحد الرفوف باش ما يبانش. من داك الثقب ربط واحد المخبأ ديالو اللي تحت السلالم كيرت سيتي من المحل ديال الألعاب كما قلنا، وصاوب واحد الطريق سري يقدر يدخل ويخرج منه وقت ما بغى بلا ما يشك فيه حتى واحد. وداك الفراغ الصغير اللي صاوب تحت السلالم ولا بالنسبه ليه بحال واحد الجنه ديالو الخاص. كان عنده تيار الكهرباء، وهادشي خلاه يجيب معاه واحد السرير والاضواء وحتى الشاشه صغيره متنقله كان كيديرها بحال مونتيرو باش يتجسس منها على العمال والزبناء ديال محل الالعاب. ومن الغرفه المخفيه ديالو سرق بزاف ديال الكاميرات الصغيره اللي كانوا اصلا خاصين لمراقبه الدراري، وركبهم في المحل بذكاء وفي بلايص ما يشكش فيها شي واحد. جيفري خلق نظام مثالي باش يبقى بعيد على العيون وما يتشتش، وفي نفس الوقت يعيش بحريه تامه بلا واحد القيود. ولكن من بعد شهور ديال العزله اللي فرضها على راسو، بدا كيحس بالملل والوحده. ودازو شهور طويله، ومن نهار اللي هرب من الحبس وغالبا البوليس ما بقاوش كيقلبوا عليه بحال قبل، فقرر يخرج من الغرفه السريه ديالو. وقبل ما يدير داك الشيء حيد اللحيه ديالو ونظف راسو مزيان باش ما يتعرفش عليه شي واحد. كانت اول مره يخرج فيها للعلن من نهار دخل المحل ديال الالعاب ملي هرب من الحبس، وكان فرحان بزاف بهاد التجربه. ولكن من بعد فهم باللي الا بغى يدخل المحلات او ياكل مطاعم في المدينه خصو الفلوس، ومن ثم خطط باش يسرق المحل ديال الالعاب اللي هرب منه اول مره. ولكن هاد المره ما كانش ناوي يسرق اللعب بل الفلوس، غير هو اكتشف بان الفلوس مخبيين في الخزانه قويه في المكتب ديال المدير. وهادشي كان كيعني ان العمليه غادي تكون سطو مسلح، والمشكل انه ما كانش عنده السلاح. ولكن ملي كان كيدور في المدينه صادف واحد المحل ديال الاسلحه وعرف فين كاين. رجع للمخبأ ديالو باش يوجد كلشي، ومع الجوج ديال الصباح خرج من بلاصتو السريه وتوجه للمحل ديال السلاح اللي قريب منه. حفر واحد الحفره عاوتاني في السقف بحال دايما، ودخل وسرق 4 ديال الفرديات، ومن بعد مشى على رجليه ورجع للمخبأ ديالو. نهار 28 نوفمبر عام 2004، مع الفجر قبل ما يدخل حتى شي زبون للمحل ديال الالعاب، لبس جيفري واحد القناع ديالو وشد الفردي ودخل للمحل اللي كيعرف الطريق ديالو مزيان. ولكن هاد المره ماشي كيف العاده، هاد المره كان جاي باش يسرق. ملي وصل الخدامه طلب منهم بلطف انهم يسكتوا ويحطوا الريوس ديالهم في الارض، ومن بعد طلب من المدير يفتح الخزانه ويعطيه الفلوس اللي فيها كامل. اللي خدا الفلوس جرى بسرعه للجهه الخلفيه ديال المحل وفتح واحد الباب ديال الطوارئ، وداك الشيء اللي فعل الانذار ديال الحريق. ولكن في الحقيقه ما خرج من داك المحل نهائيا، هو دار داك الحركه غير باش يدوخهم ويخليهم يظنوا انه هرب. في الحقيقه من بعد ما فعل الانذار رجع بهدوء للمخبأ السري ديالو اللي كان داخل المحل ديال الالعاب. فالموظفين عيطوا للبوليس دغيا وقالوا لهم باللي الشفار هرب من باب ديال الطوارئ.
البوليس بداو كيقلبوا في المناطق اللي دايره بالمحل، ولكن ما كانوش عارفين ان الشفار مخبي في المحل اللي حداهم. وفي نفس الوقت كان جيفري في الغرفه ديالو السريه كيحسب الفلوس اللي وصلت تقريبا 15,000 دولار، يعني تقريبا 15 مليون ديالنا. بقى مخبي تماك شي ايام حتى هدات الحركه وبردت الاوضاع. من بعد داك المده بدا كيخرج كل نهار كيدور في الشوارع وكيتمشى في المحلات والاماكن العامه بلا ما يخاف انه يتشد. زاد انه حتى بدا كيمشي للكنيسه ديال المدينه بانتظام وتعرف على ناس، حتى القس ديال الكنيسه ولا كيعرفو مزيان. وكان حتى كيهدي الايتام في الكنيسه بعض السلع اللي كان كيسرقها من محل ديال الالعاب بحال الهدايا. اختار الاسم مستعار وسمى راسو جون تيزارا، وكان باغي يبدا حياة جديدة بهوية جديدة بعيدة على الحبس والماضي ديالو اللي كان كله جرائم. كان كيمشي للكنيسة بزاف ولا عضو ناشط فيها. فواحد النهار شاف متطوعة سميتها لي وينسكوت وعجباتو وتفاهموا باش يتلاقاو ويتعرفوا على بعضهم أكثر. ولكن جيفري قال ليها باللي هو في الحقيقة عميل في وكالة المخابرات الأمريكية وانه مهمه وما يقدرش يفصح على التفاصيل ديالها. هذه كانت عذر ديالو باش ما يقولهاش فين ساكن ولا يعطيها المعلومات الزايده على حياته. جيفري كان كيعطي نفس القصه لكل واحد كان كيتلاقى معاه في الكنيسه، وبداو كيامنوا بها ولا على الاقل ما كانش عندهم تساؤلات عليها مده طويله. جيفري كان كيبغي هذا الروتين، لكن مع الوقت عيا منه ولا عارف بلي انه ما يقدرش يبقى داير بحال هكا الى الابد. جيفري فهم بلي خصو يعاين بلاصه ويقلب على طريقه جديده باش يعيش، ولكن قبل ما يمشي قرر بلي خصو يسرق مره اخيره، وكان مخطط يدير نفس الحاجه اللي دار بالسرقه الاولى. لكن هاد المره ما مشاتش الامور كيف كان بغا. هاد المره دار غلطه كبيره وغبيه. العمليه ما كانتش مضبوطه بحال دايما بحال العمليه الاولى. الهجوم كان خصو يكون في الصباح ملي تفتح المحل قبل ما يبداو الزبائن يدخلوا. كان كيتفرج في الموظفين عبر الشاشات ديالو كيتسنى اللحظه المناسبه باش يفاجئهم. كان خصو يكون جميع الموظفين مجموعين بلاصه وحده باش يقدر يهددهم كاملين بالسلاح ديالو. بقى كيتفرج حتى شاف اللحظه المناسبه، وملي دخل المحل وهز السلاح ديالو هز الفرد على الموظفين. ولكن ما انتبهش بلي كاين واحد الموظف بعيد عليهم، واول ما داك الموظف فهم شنو كاين جرى من المحل وعيط على البوليس. وهنا الخطة ديال جيفري تفضحت بسبب التوتر والسرعة ديالو. نسى انه يفتح الباب ديال الطوارئ ويشغل الانذار بحال اللي دار المره الاولانيه. ملي وصل البوليس قالوا ليهم موظفين هاد المعلومات واستنتجوا بان جيفري مازال داخل البنايه. هاد المره البوليس قلبوا المكان مزيان. يوصلوا للغرفه ديال الصيانه قدروا يلقاو داك الثقب اللي حفر جيفري بين المحل ديال الالعاب والمحل ديال الالكترونيات المهجور. دخلوا من داك الثقب وبداو كيقلبوا في المحل المهجور. ملي سالاو التفتيش صدموا ملي لقاو الغرفه السريه ديال جيفري وكل الحوايج اللي فيها. ولكن جيفري ما كانش تماك. كان باين عليه انه حس بالخطر وهرب من بلاصه قبل ما يوصلوا البوليس قدروا ياخذوا البصمات ديالو وبسرعه عرفوا بلي انه هو نفس الشخص اللي هرب من السجن ديال براون كريك اللي قرب من المدينه. الساعه طبعوا الالاف ديال النسخ من التصويره ديال جيفري بالاسم ديالو الكامل ووزعوها في كل المدينه. وما داش وقت طويل حتى الناس ديال الكنيسه عرفوه وبلغوا البوليس باللي كيعرفوه باسم ديال جون زارا. وقالوا ليهم حتى باللي هذا الراجل عنده صديقه سميتها لي. مشاو البوليس للدار ديال لي وعاودوا ليها القصه كامله وقالوا ليها بان الراجل ديالها او الحبيب ديالها في الحقيقه من اخطر المطلوبين في كل امريكا. في الاول ما بغاتش تسيق، ولكن ملي وراوها المقال ديال الجريده اللي كيهضروا على الهروب ديال جيفري مانشستر من الحبس تبدل الراي ديالها وقررت تعاون السلطات باي طريقه تقدر عليها. وقالت لهم باللي كانت متفقه مع جيفري باش يتلاقاو في دار هذيك العشيه. كان جيفري كيظن ان رغم الدنيا تقلبت عليه والسلطات تعرفت عليه كان ناوي يمشي يشوف البيبه ديالو في الدار ديالها قبل ما يختفي ويقول ليها بلي الوكاله ديال المخابرات عطاتو واحد المهمه جديده في بلاصه بعيده. ومع انه كان عارف بلي كاين خطر في هذه الخطوه بغى يشوفها ويطمن عليها قبل ما يختفي. ولكن ملي وصل جيفري لدارها وضرب الجرس تفاجأ ملي شاف البوليس هو اللي فتح الباب وحاصروه من كل جهه. هنا جا جيفري، ولكن قبل ما يديوه طلب منهم يخليوه يهضر مع الحبيبه ديالو اللي هي لي. اعتذر ليها وهنا اعتذر ليها على كل شيء اللي دارو وقال ليها بلي انه فريمون كيبغيها وشرح ليها ان الماضي الاجرامي ديالو هو اللي منعه انه يعيش معها حياه جديده. هي بقات ساكته في داك اللحظه وما جاوباتوش. هنا اللي بقات ساكته في داك اللحظه وما جاوباتو حتى شي كلمه. ولكن من بعد في واحد الحوار صحفي قالت بلي ما كتكرهوش، غير كانت حاسه بخيبه الامل تجاه ديالو. وفي الاخير رجعت جيفري للحبس من بعد 7 شهور ديال الحريه والهرب. هاد المره تحكم على جيفري 27 عام ديال الحبس بواحد السجن الحراسه ديالو مشدده بزاف واقوى بكثير من السجن اللي كان فيه قبل. الحكم كان قاصح بزاف. هنا كنكتشفوا بان جيفري كان واحد الانسان ذكي
من خلال الهروب ديالو، من خلال الخطط ديالو، ولكن ما حطش الذكاء ديالو في الحاجة اللي غادي تنفعو. وصلنا لآخر فيديو، كنتمنى تكون عجبتكم القصة وعجبكم الفيديو. نشوفكم في فيديو قريب. معكم حفصة. تهلا.